في حاجات بتحصل بعد ما النور بيطفي، حاجات مش دايما ليها تفسير، بس بنحسها ونخاف منها. أنا محمود وده عالم ما وراء الظلام، المكان اللي فيه الحقيقة والخيال بيتقابلوا. بص يا صاحبي، أنا مش متأكد إنك هتصدق اللي هحكيهولك، بس على الأقل حاول تقنع نفسك إن اللي سمعته مني ده حصل بجد. الليلة دي كانت أبرد ليلة شفتها في حياتي. مدينة بعيدة مش هينفع أذكر اسمها، مدينة ساكتة كأنها مدينة أشباح، والشوارع فاضية إلا من صوت الرياح وهي بتخبط في اللوحات واللافتات. أنا كنت شغال حارس ليلي في محطة مترو قديمة جدا، محطة أغلب الناس أصلا ما بيدخلوهاش، وعلى قد ما المكان كبير على قد ما الرعب فيه كبير. وأنا ماشي في النفق الطويل كنت سامع صدى خطواتي بيرجع لي تاني، والنور الخفيف اللي فوق دماغي كان بينور ويطفي كأنه بيلفظ أنفاسه الأخيرة. وكل ما أفتكر الشائعات اللي سمعناها عن طالبة ماتت من سنين جوه المترو وروحها بقت بتظهر وبتنتقم من أي حد ينزل النفق، جسمي بيقشعر. الساعة 2 بالليل كنت قاعد على الكرسي، نص نايم ونص صاحي، ببص على ساعة ايديا كل شوية والوقت مش راضي يعدي. وفجأة صوت معدن بيخبط في سكة القطر، صوت مش طبيعي، يعني مش صدفة وبرضه مش خيال، صوت حد موجود فعلا. حاولت أقول لنفسي إنه مجرد وهم، بس الصوت اتكرر، ولما اتكرر اتغير، بقى مش بس تكتكة، بقى جر وتكتكة، زي حد بيجر حاجة تقيلة على الحديد. نزلت النفق ومعايا الكشاف بتاعي، وقبل ما نادي قلت يعني أسمع الأول. كان في نفس، حد بيتنفس ببطء وبصوت واضح زي اللي بيحاول يسيطر على غضبه. ناديت بصوت عالي، في حد هنا؟ المكان ده مش للنوم يا جماعة، اللي هنا يطلع فورا. أصل ساعات المشردين بيناموا جوه المترو عشان يهربوا من البرد، كنت فاكر إن ده واحد منهم. المهم محدش رد. قررت أدخل وأشوف بنفسي. كنت كل ما أدخل أكتر النور يقل أكتر، الكشاف بتاعي بقى ضعيف كأنه بيتسحب منه الطاقة، والهوا بقى أبرد، وبقى فيه ريحة غريبة، ريحة معدن مختلط بالدم. وأنا ماشي لمحت من بعيد حاجة بتتحرك بسرعة. في الأول افتكرتها واحدة من المشردين، بس لما قربت نفسي اتقطع. كانت نص بنت، حرفيا نص بنت، النص العلوي بس، بتجر نفسها وفي ايديها منجلين، ووشها كله متقطع ومفتوح، وعينيها مش باينة بس سواد مكانهم. كانت بتقرب بسرعة، بسرعة مش منطقية، زي اللي بينط من مكان لمكان بدون ما يتحرك. صرخت وجريت، بس مهما أجري صوتها كان ورايا. وكل شوية تهمس بصوت متقطع كأنها بتنطق اسمي، رغم إن عمرها ما شافتني. وأنا بهرب شفت حاجات أكتر، شفت خيال، ناس متعلقة فوق السقف، ناس كتير كلهم ثابتين وعيونهم مفتوحة بس مش بيتنفسوا. شفت شاب لابس يونيفورم مدرسة واقف في آخر النفق، ولما قربت منه اختفى فجأة كأنه دخان، والإضاءة اللي فوق دماغي كانت بتولع وتطفي كل شوية، وفي كل مرة تطفي كنت بحس إن حد بيقرب لحد وشي. فجأة لقيتها قدامي، ظهرت في وشي مباشرة، جسمها نصه وهدومها متقطعة ودم كتير على الأرض.
مديت ايدي وحاولت المسها عشان اعرف هي حقيقة ولا خيال. جسمها كان ساقع، ساقع لدرجة ان ايدي اتجمدت. ولما حاولت ابعد صرخت صرخة هزت النفق كله. وصوت الصرخة رجع تاني مع الصدى، ورجع تاني عليا أكبر وأقرب. ساعتها حصلت الحاجة اللي قتلتني من الرعب. ظهر وراها عشرات كتير، نفس الشكل، نفس البنت، كأنها نسخ منهم، وكلهم بيزحفوا ناحيتي وبيسحبوا المنجلين على الأرض. وصوت الحديد على السكة كان بيشق قلبي. لما لفيت أجري لقيتها واقفة قدامي. قربت ووشها بقى قدام وشي، والسواد اللي مكان عينيها بقى بيشفط النور حواليا. آخر حاجة افتكرتها، حسيت بنص جسمي بيتسحب لفوق، سمعت صوت العظم بيتكسر، شميت ريحة دم، والدنيا اسودت. وبعدين انتظروا معانا الجزء التاني. السلام عليكم. لو القصة دي خوفتك فصدقني لسه في أخطر. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحكايات الغريبة اللي لسه وراها سر. أنا محمود وكنت معاك فيما وراء الظلام، المكان اللي مفيهوش رجوع لو دخلت جوه.